بتحللوا وبتحرموا على مزاجكم، ضيقتوها علينا وخليتوا عيشتنا حرام في حرام، حرام عليكم وكلام من هذا القبيل. نفهمه بالراحة كده ونعرفه إن من رحمة ربنا علينا كمسلمين لله إن عندنا الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. القياس هي طريقة في الاستدلال، يعني ببساطة أمر مش موجود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر ده مستحدث، فيفهمه الفقيه في الدين ويجتهد ويستنبط حكمه من الكتاب والسنة. وهذا من عدل ورفق الشرع، عشان لو ما عندناش فقه القياس أمور الناس الحياتية هتتوقف، خاصة المعاملات، ولا استطاع المسلم التفرقة بين الحلال والحرام، وساعتها هيختلط على المسلمين أمور دينهم، والله أعلى وأعلم. هسيب لكم في التعليقات موقع مهم في الاقتصاد الإسلامي الحديث بيتكلم عن الثقافة الاقتصادية والسياسة النقدية والمالية وإدارة الأزمات والمخاطر وغيرها كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل اللي بتحبوه عشان الكل يستفاد. أسيبكم في رعاية الله.